تحبي تلعبي؟ بليز يلا ارجوكي. نلعب. يلا. دي كونكت 4 تحفه. اوكي. غالبا معظمنا لعبناها واحنا صغيرين. فاحنا يا اما بنجمع بتختاري لون من التوكنز، يا اما بنجمع 4 بالعرض او بالطول او بالورق. طبعا. بس الفكره بقى هنا التريك ان انا عاملاهم كاتيجوريز. فانت أوكي. كل فتحه للتوكن فيها كاتيجوري، الكاتيجوري ده باسم هقولهم لك دلوقتي وهسالك فيهم كل ما تحطي بحاجه. فمثلا اول كاتيجوري هو الفن. اوكي. تاني كاتيجوري هو القرايه. اوكي. تالت كاتيجوري هو السفر. اوكي. الرابع الهوايات. الخامس الرياضه. السادس الاكل. السابع السوشيال ميديا. تحفه. فانتي هتختاري لون هتبتدي بيه، هنسالك في اللون دوت انت عملتي اوكي متحمسه قوي. يلا بينا. نبتدي بال الله. هتفنى تساليني على حد من الفنانين يعني كده ولا؟ انا الهدف ان انا عايزه اعرفك انت بتحبي مين تحبيش مين. يلا فن عشان بحب الغنى طيب قولي لي مين الناس اللي انت بتحبيهم قوي، ممثلين مطربين؟ تامر حسني all the way. تامر حسني is my favorite في كل حاجه، ممثل مغني كل حاجه كل حاجه. وعلى فكره من اكتر مش اكتر، هو الشخص الوحيد اللي انا نفسي اعمل معاه انترفيو في استوديو عندي، لان في اوقات كتيره جدا، وانا على فكره قلت له الكلام ده كتير قوي قبل كده، اوقات كتيره قوي كنت ببقى في اوقات صعبه وكان بيطلع لي فيديوز بتاعته على التيك توك هو في انترفيو حد كان بيقول كلام كان بيهون عليا قوي، اكن ربنا بعته يقول لي استحملي. انت عارفه ان هو كمان على السوشيال ميديا انا بحس ان هو شخصيه مشجعه جدا 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 يعني بينزل يعني انا اصلا بقعد اقول بحس بيتكلم من تجربه مش السوشيال ميديا بتاعته مش ملك وملك الناس، يعني هو على طول بيسابورت لو حد بيغني حد بيمثل حد قليل قوي على فكره ما حد يكون في حجم تامر حسني بيعمل ده، صعب. فبصراحه لا تامر حسني is my all time favorite سينجر وممثل. لا بجد بحبه جدا وبحس ان هو انسان قوي وداون تو ايرث، مش الشخص اللي هو متعجرف لا خطير، نفسي كل الناس تبقى زيه. ده راجل بنات هنا ازاي طبعا كده كده ما فيش اي مش هينفع اقول اي حد تاني الباربي بتاعتنا بموت فيها. طيب انا هقفل عليكي هنا. اوكي. فكرتيش تمثلي؟ انت عارفه ناس كتير قوي بتقول لي كده بس انا ما عنديش خلق بتاع التمثيل. لا ايه ده؟ صعب. انت عارفه احنا برنامج كابيتانو اللي بنعمله انا طول عمري بشتغل هوا بس. اوكي. فكابيتانو ده مش هوا، احنا برنامج مسجل، فمثلا ميعاد التصوير 8 ممكن نبتدي 10 مش عارف ايه، انا بقى ما بعرفش اعمل كده. فبقى في التصوير بتاع المسلسلات لا دول بيفتحوا فمش عندي خلق، يعني مش حاسه ان انا يعني انا شاطره في حاجه فمش لازم بقى نبقى فاهم لو بعمل حلو قوي كده حلو، خليني في مذيعه لذيذه نوصل منها لحاجه حلوه. دورك. يلا ناخد سوشيال ميديا. ماشي يلا. ايه ده انا اللعبه دي عجباني قوي. مش كده برضو؟ لذيذه. طيب قولي لي ايه البلاتفورمز اللي انت بتتابعيها او ان انت بتحبي تفتحيها؟ طيب انا مدمنه تيك توك. اوكي. بتابع ناس ام شور مليون في المية هم ما يعرفوش ان انا عارفه عنهم حاجه. بموت في التيك توك، والتيك توك بتاعي عباره عن في عيله مأجرين بيت. اوكي ماشي. ما اعرفش هم عايشين فين اصلا، وبيقعدوا يعملوا مسلسلات، هما الاب والام وبنته، مثلا الحما تضايق بنتها فيحطوها تحت الترابيزه، كونتنت غير هادف بالمره، اللي هو لدرجه ساعات ما حد يبقى قاعد جنبي يبص لي يقول لي حبيبتي بتتفرجي على ايه بجد؟ ده انا. بس انتي مبسوطه؟ لا مبسوطه، ادخل بقى اشوف الجزء الاول والجزء الثالث ومش عارف ايه، او كونتنت السفر، يعني ده عندي التيك توك. بس انا بحب التيك توك قوي اكتر من انستجرام على فكره بكتير، مع اني مش بنزل قوي على التيك توك. انا عايزه اقول بس كده. انا تيك توك بالنسبه لي اهم حاجه، بحبه جدا بصراحه. انا ممكن ازود سؤال عندك هنا في السوشيال ميديا واقفل عليكي برضه المره. مستمتعه جدا باللعبه دي. ايه رايك؟ تعالي نلعبها على طول بقى. بما ان عندك سوشيال ميديا وانتي اوريدي انفلونسر على السوشيال ميديا وبيجي لك زي ما كنا بنقول نقد، هل انتي شخص واثق من نفسه ولا شخص بيتهز بسرعه من الكلام اللي بيتقال؟ لا 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 ما بيفرقليش بجد الكلام خالص، لان مش عايزه ارد رد يوديني في داهيه، بس لا يعني الحمد لله مش بيفرق لي.
الشغل الميديا بيخلي الواحد جلده تخين عامه، فاهمه قصدي؟ بتطلعي التلفزيون وبتطلعي في الراديو، فانت بيجيلك من وانت صغيره قوي ناس بتحكم عليكي في بداياتك كتير قوي. وانا كنت بشتغل في الرياضه ومراسله رياضه، فانت لكي ان تتخيلي الانتقادات اللي كانت بتجيلي من الرجاله اللي متخيلين ان انا ما بفهمش كوره. فانا اي حد بيكتب حاجه دلوقتي بضحك ان لا يا جماعه انا عديت بالاوحش من ده وانا صغيره. فانا مش فارق معايا كلام. بالظبط. انت بتقولي جلدك تخين، بس هو ده كان طول عمرك كده؟ لا الاول عايزه اقول لك انا دلوقتي ما بفتحش اشوف كومنتس مثلا على بوست عندي، انت فاهمه قصدي؟ يعني مش قصدي عندي انا اللي منزله، لا عندي طبعا ببص وبفلتر. انا قصدي لو مثلا قناه منزله لي فيديو ما بخش في كومنتس ولا اشوفها. حد هيشتم الفيديو هتحط بعده 100 فيديو اصلا، مين هيبقى فاضي يدخل يقعد يتفرج؟ الفاضي. فما بقتش زي زمان يا لهوي. اول ما ابتديت الكلام ده على فكره كان اول مره اطلع هوا لايف كان 2016، كنت لسه في الجامعه. انا لو نزل لي بس طلعت ورا حد هتلاقيني ادخل اشوف الكومنتس كومنت واقعد اتضايق وليه بيقولوا لي كده وليه مش عارف ايه. دلوقتي خلاص. فانت ان جنرال كنت سنسيتيف؟ كنت في كل حاجه، حتى في الخناقات وفي في لو حد ضايقني او كده كنت مش زي دلوقتي خالص. دورك. هنا كان ايه؟ اكل. يلا بينا. ايه اكله مفضله بتاعتك؟ الاكله المفضله تصدقي ما عنديش فيفرت اكله، بس انا بحب الاكلات البسيطه اللي هي جبنه رومي سايحه مثلا في عيش فين. الله بحبها قوي. بيض بالبسطرمه في عيش فين، جبنه بالطماطم. انا بحب عارفه لدرجه محمد في عيد ميلادي كان عامل لي ساين نفسي في جبنه بالطماطم. انا الجبنه بالطماطم دي ممكن اكلها طول حياتي فعلا. انا بحب الاكل اللي هو بتاع الفطار ده قوي. انا ممكن افطر واتغدى واتعشى جبنه رومي عادي جدا. ده واشت صح. الحمد لله. لا ما عنديش اكل مفضله غير كده، لكن بقيه الاكل عادي فطر يعني شويه احب ده شويه احب مش عارف ايه، بس انا اكل الفطار ده بعشقه. طيب تعرفي تطبخي؟ الحمد لله جدا، الحمد لله. لا يا شيخ يعني محمد اصلا فاكره اول مره طبخت له بعد الجواز كنت عامله رز وباميه ولحمه، فبياكل ايه ده اكلك؟ اصلا كان منزله على انستجرام كان بيضحك قوي ان هو كان مصدوم ان لا بعرف اطبخ بس مع الوقت طبعا وكده. ومحمد اصلا معظم الوقت عامل دايت كمان فسهل عليا ان انا ما اطبخش كتير، بس لا بحب قوي اطبخ وبحب اعمل اكل حلو وكده. ليكي نفس يعني مفروض بيقولوا. طب يلا دورك. نشوف هنا ايه. هنا الرياضه هنا السفر. لا الهوايات. هنا هوايات وهنا السفر. 3 السفر. ناخد السفر. ايه اكتر سفريه رحتيها وفرقت معاكي؟ فرقت معايا نفسيا يعني. يا لهوي هقول لك يعني كانت اكتر سفريه اتبسطت فيها بصراحه سفريه البروبوزل اللي محمد عملها لي. كانت لا كانت غريب يعني فاهمه، كانت كل حاجه feels unreal، كل حاجه مش حقيقيه. دي من اكتر السفريات اللي انا بحبها في حياتي. مش هتكلم على هاني مون عشان ما اكونش تشيزي وكده، بس الهاني مون برضو كان فيري ريلاكسنج لان كان بعد فتره هادك قوي. انت شهر فاصله عن الحياه. برضو انا بسافر كتير قوي لوحدي. اوكي. اول ما بتضايق بحجز طيران على المانيا. انا بحب المانيا جدا فعلا. جدا في سفريه سافرتها انها بلد يعني ما هياش البلد السياحيه انا عماله افكر يعني. بعشق ميونخ بجد بالنسبه لي. اوكي. من اكتر الاماكن اللي بروحها كتير. فساعات كده بتسافري لوحدك وتبقي قاعده بتراجعي مع نفسك اللي هو انا المفروض اعمل ايه المفروض ما اعملش ايه مش عارف ايه. ففي سفريه منهم انا مش هعمل حاجه غير ان انا I will make myself happy. لا اكتشفت ان البني ادم لما بيبتدي يفكر ازاي يبسط نفسه الحاجات بتبتدي تبسطه. لان دايما عارفه ساعات يقول لك ايه مش تعرفي تلاقي بارتنر بيبسطك الا لما انت بتبسطي نفسك. صح. او حبي نفسك عشان تلاقي حد يحبك. على فكره والله ده ما كلام، هو ده صح 100%. انك اول ما هتبتدي تقرري انك عايزه تحطي نفسك اولويه هتلاقي كل حاجه بتحطك اولويه. فكان في سفريه كده منهم حلو قوي. طيب خليني اشوف انا هقفل فين بقى. احط فين؟ احط هنا. ده ايه؟ القرايه.
يلا. تحبي القرايه؟ لا تحبيش القرايه؟ لا خالص. بصي بقى، مش ما بحبهاش، انا كان عندي مشكله، انا ما كنتش بقرا خالص خالص. أوكي. بعدين احمد مراد الكاتب العظيم يعني، هو برضو بيعمل برنامج في نجومه في يوم الثلاث قبلي على طول. فاول ما ابتديت شغل في نجوم، يا لهوي احمد مراد بيعمل برنامج قبلي وبتاع، ابتديت اتعرف عليه. الشخص ده عظيم جدا يعني، بيعرف يتكلم قوي وشاطر قوي، وهو مش شاطر يعني، هو مش ناجح كده من فراغ، هو ناجح كده من مذاكره كبيره جدا ومن مش طبيعي. فابتدى يقول لي انت ازاي ما بتقريش، ابتدي اقري. قريت بقى كام حاجه دول كانوا حلوين بالنسبه لي. مثلا ممتلئ بالفراغ ده كتاب حلو قوي ومكتوب باللغه العاميه، عن قد ايه احنا بندمن حاجات في حياتنا زي الشوبينج، زي مش الادمان، بيتكلم على فكره على ادمان الدراجز وكل الكلام ده، بس قصدي بيتكلم على الادمان ان انت مثلا بتقعدي تاكلي مش عارفه تعملي دايت ليه، اوكي. حاجات بقى كده. بس برضو we didn't bond يعني. انت والقرايه مش جايين على هوا بعض؟ ما اعرفش ليه يعني، مش يمكن عشان الوقت، يمكن علشان تزهقي بتوهي. فاهمه قصدي يعني، ببقى حاسه انا عايزه اقعد ارسم كل حاجه وابقى بريليت، فبحس الموضوع قصه، طب ما لا مش قادره. فعارفه ان انا ام ميسنج ا لوت، بس كان نفسي ابقى بقرا بس للاسف. دورك. نحط فين؟ قلنا تعالي ناخد هنا. يلا احنا هنا في الرياضه. ناس كتير ما تعرفش ان انتي كنتي لعيبه كوره. ايوه دي حقيقه. ده انا عامله رباط صليبي في رجلي اليمين، ورجلي الشمال عندي فيها صليبي بس ما عملتوش. بس كرة القدم من اهم الاسباب ان انا ليه قاعده قدامك دلوقتي، لان انا كنت بلعب كرة قدم وبعدين اتصبت، وبعدين عملت العمليه ورجعت العب تاني، اتصبت تاني في رجلي الشمال بارلل مع نفس الوقت اللي انا رايحه اعمل فيه جوب انترفيو في اون. ف لما الشخص اللي كان مسؤول عن الانترفيو مستر عمرو رزق ربنا يرحمه، هو لسه متوفي من قريب، قال لي عايز تعملي ايه؟ قلت له انا كنت بلعب كرة قدم، فانا عايز اشتغل مراسلة رياضة. فدس ميدني ان انا ابتدي بداية مختلفة. ووقتها ما كانش معروف كتير ان في حد بنات فيه اصلا ساعتها خالص في الرياضة، في اون خالص بالظبط خالص. فهي كانت كرة القدم ستيشن عشان توديني ستيشن تانية من الاخر يعني، هي كانت مرحلة عشان محطة معينة عشان منها ابتدي بقى في الكارير بطريقة مختلفة. طيب هقفل هنا. بتشجعي مين؟ ما بشجعش. ده بقى السؤال اللي بيحير كل الناس، واكتر سؤال بتسألني. تحسي ان انت دبلوماسيه قوي في اهلاويه ولا والله بصي خالص، بس لما بتشتغلي في حاجه بتقربي قوي من المنظومات اللي فيها، بتحسي ان انت مش عارفه تبقي بتبلونج في حته يعني. مش بعرف يعني، بتفرج على كل الماتشات، انا بالنسبه لي اتس اوكي تمام يعني. تحسي ان الرياضه بتقرب الناس لبعض ولا بتبعد الناس عن بعض؟ لا بتقرب جدا جدا يعني. لا الماتشات ليها كده ستايل ولازم تتفرجوا مع بعض ومثلا يعني مثلا عندي محمد اهلاوي وجوز one of my very close friends اهلاوي برضو. هنتفرج على ماتش فين؟ يروحوا ياخدونا ويروحوا الاستاد. فاللي هو يا جماعه يعني مش لدرجه نروح معاكم الاستاد. فلا بالعكس بتعمل بون. طبعا بقى لو مش ناس تتخانق وكده، انا اصلا مش بحب العنف عامه في اي رياضه، فاعتقد ان لا بتقرب طبعا. دورك واحتمال تكسبي. تيجي ناخد الفاضي. يلا انت كسبتي، بس هسألك السؤال. انا كسبت شفتي. ما خدتش بالي. طيب الهوايات، بتلاقي وقت ان انت تمارسي هوايات؟ ما اعتقدش ان انا عندي هوايه يعني. هل نعتبر فرجه على مسلسلات تركي ده هوايه ولا ما تعتبرش هوايه؟ مش عارفه يعني لو دي هوايه فتبقى دي هوايتي الاولى والاخيره، ممكن اكسب فيها اي حد في الدنيا. لكن انا ما اعتقدش ان انا عندي هوايه يعني. السؤال اصلا انا فاهمه ان اجابته غريبه، بس انا فعلا ما عنديش هوايه، ما اعرفش. يعني انت بتقولي انت دلوقتي مش بتمارسي رياضه صح؟ لا بتمرن عادي، بروح الجيم، بتمرن في البيت وكده، لكن ما فيش رياضه بمارسها. بلعب بادل احيانا، بس برضو مش اللي هو مش حاجه اللي هو مثبته لعب كل اسبوع مثلا، لا خالص. ما تحسيش مثلا ممكن لما يبقى عندك هوايه انه دي شويه تخليكي تفصلي من الضغط بتاع الشغل؟ والله يعني بحس ان انا محتاجه افصل بالقعده على الكنبه واتفرج على التلفزيون.
لان بجد انا شغلي فيه كتير قوي، يعني في حاجات كتير قوي بتحصل فيه، ف وبتمرن، فحاسه ان كفايه قوي حاجه بقى زياده. وبعدين عارفه بقول ايه، طيب يعني هعمل ايه؟ صوتي وحش للاسف. على فكره صوتك حلو، انت صوتي حلو كده، لكن في الغنى هتمشيني اصلا لو سمعتيه، فخلي بالك. يعني ممكن نجرب نعمل اغنيه. كارثه كان نفسي، كانت امنيه حياتي صوتي يبقى حلو. برسم وحش جدا، اوحش من الوحاشه. لا كله، حتى طريقه التلوين بتاعتي مش صح خالص، يعني فاهمه كل الحاجات اللي هي بتبقى الهوبيز بقى، بعزف مش عارف ايه. لا انا عارفه ان انا كان طول عمري نفسي اطلع رسامه، وانا برسم رسم يعني حلو ولا وحش؟ يقرف. هي دايما كده على فكره، اللي بيرسموا مش بيقولوا. وبعدين انا معايا التليفون اللي هو فيه قلم ده، آه. فقوم مطلعه القلم بقى واجرب ارسم، جوزي يتفرج على الموضوع. طب انا هقفل بقى عشان الموضوع. فانا فاهمه قوي. لا ما عنديش حاجه اللي هو بلجأ لها لما بكون عايزه، لا خالص.